السلام عليكم مشاهدينا الكرام. احنا امام ملفات ما يمكنش نمر عليها مرور الكرام. كاين معطيات صادمه ومستجدات قويه قلبت الموازين في الساعات القليله الاخيره. جوج قضايا، جوج اسماء وجوج احداث، كل واحد فيهم كيحمل في مضمونه درس قاسي. غادي نحاولوا نحللوا هاد الوقائع بعيدا على العاطفه بطبيعه الحال كيف عودناكم، وبمنطق التحقيق اللي كيقلب على الحقيقة والمسؤولية. شنو وقع بالضبط وكيفاش تحول المسار ديال الحياة ديال الناس من قمة الشهرة لواقع السجن والمستشفيات. خليكم معايا غادي نفكوا الخيوط خيط بخيط. بداية التحقيق ديالنا إخواني كتاخذنا لمدينة الخميسات، حادثة سير مروعة خلات الرأي العام يهتز. المعطيات كتشير لابنة الفنانة المعروفة نجاة عتابو في حادث سير راح ضحيتها شابة في مقتبل العمر وشاب آخر في وضعية صحية حرجة جدا. هاد النوع من الملفات كيحطنا قدام واحد التساؤل كبير: فين هي الحيطة والحضارة؟ الطريق ما فيهاش الفنانة ولا المواطن العادي، الطريق فيها قانون كيطبق على الجميع. ومن بعد الحادثة تم اعتقال المعنية بالأمر. الفنانة نجاة عتابو كأم أكيد عاشت حالة انهيار، وهذا واقع إنساني لا يمكن تجاهله. ولكن إخواني أخواتي كتحليل قانوني ما علينا غير نقولوا الله يحضر السلامة، والقضاء هو الفيصل الوحيد في هذه القضية. الحادثة ماشي مقصودة بطبيعة الحال، ولكن المسؤولية ثابتة بمجرد أنك تشد الفولون وكتسوق السيارة ديالك. هذا الشيء كيعطينا درس قاسي إخواني أخواتي. لحظة سهو قدام ممر راجلين كتقدر تنهي حلم وتدمر عائلة كاملة. خلونا ننتقلوا للملف الثاني اللي فيه منعطفات قانونية واضحة: اعتقال نعيمة البدوية وبنتها. هذه القضية ما جاتش من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات ديال شكايات متعددة. احنا عشنا معها فصول ديال الاستقواء في اليوتيوب، وكانت كدير راسها بحال هي مولات اليوتيوب لهذه الدرجة إخواني. خرجت كانت كتقول فيها بأن الملفات غتمشي للحفظ، وبأن الناس اللي كيتابعوها كيطبلوا للغير الخاوي. كانت كتضرب في المحاميين والجمعويين وكتوعد وتوعد. اليوم اخواني اخواتي الواقع كيكذب كل شيء. ملي القضاء كيتحرك بالحقائق، ماشي باللايفات، ماشي بوسائل التواصل الاجتماعي. بنت نعيمة البدوية عاشت لحظات مؤثرة وهي كتودع بنتها قبل ما تدخل للسجن، وهي لحظات كتدفعنا نتسائلوا: واش هذا الشيء كله كان كيستاهل هذا الشيء كامل؟ واش الادسنس والفلوس ديالو كيسوى تدمير استقرار الاسره ومستقبل الوليدات؟ اخواني اخواتي، علاش نعيمة البدوية وصلت لهذه المرحلة؟ التحليل كيقول ان الشخص فاش كيتحول من صانع محتوى بسيط كيصور البادية والمسمن والخبز ودوك الحالة ديك الحياة العادية ديال البادية راكم كلكم كتعرفوها، كيتحول لصانع محتوى ديال الخصومات، صانع محتوى ديال التشهير، كيقلب على التشهير والتهديد. هنا فين كيبدا السقوط. هي كانت رمز للبادية والتقليد اللي كيبغيه المغربي، ولكن تحولات للبدوي ديال البعاطية والمخاصمة اللي جا قدامها كتشحطوا بهذا العبارة. هذا الغرور الرقمي هو اللي وصلنا للقضاء. السيدة كان عندها وقت باش تجمع راسها، باش تسلك المسلك القانوني عوض التشهير، ولكن اختارت الطريق الأصعب. والدرس اللي خاصنا كلنا ناخذه كاملين هو انه اللي كيلعب حدا الضوء اكيد غادي تلسع المحيطين بها. وحتى الناس اللي كيحاولوا يقلدوا هذا النوع ديال المحتوى خاصهم يعرفوا ان السجن ماشي محتوى، بل هو نهاية الطريق لكل من ظن انه فوق القانون. اخواني اخواتي، هذا الملف بجوج، سواء حادثة الخميسات اللي ديال البنت ديال نجاة عتابو او اعتقال نعيمة البدوية، هي دروس لنا كاملين. طريق قانون والمواقع ديال التواصل ماشي ساحة الحرب والتهور. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.